بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. عودوا إلى رشدكم تزداد لنا محبتكم يا لاعبي الأهلي. عودوا كما كنتم في آخر 6 مباريات في الدوري الممتاز المصري الموسم الماضي. عودوا إلى اللعب فريق نجم واحد كله، بلا أنانية، بلا استعراض، بلا استحواذ فردي على الكرة. اللعب جماعي للأمام. عودوا إلى لعبكم القديم، عودوا إلى اللعب الجماعي بعيد عن الأنانية. العبوا للفريق وللجماهير، العبوا كرة حقيقية. لا تنظروا إلى الحكام ولا اللاعبين لاعب الخصم، ولكن أي لاعب يأذيك في الملعب حذره من الإصابة، حذره. متستخدمش العنف ضده، بس في حاجة اسمها تفادي العنف. حاول تفادي نفسك، مش هنقولك تستخدم العنف. عارفين ان مجلس الإدارة بينبه عليكم عدم استخدام العنف، عدم اعتراض على التحكيم، هكذا تعليمات مجلس الإدارة. انت احمي نفسك من اللعبة دي. الغباء مستحكم، واخدين تعليمات قبل ما ينزلوا. ارمي نفسك، صوت، اصرخ، انا معاك، الحكم معاك، الفار معاك، ما تقلقش، احنا معاك ووراك. هم بدهم تعليمات قبل ما ينزلوا الملعب. حكم اهو في الاذاعه مع حتحوت المحتحت بيقول له انا بحب اسمع اصوات لاعبي الزمالك، بلاغيهم، بحب اسمع اصواتهم، صوتهم جميل. فضايح. اسوأ حكام على مستوى العالم، تحكم بلا ضمير، يحكموا بلا عدالة، بلا ميزان للحق. كسروا الحق وكسروا العدل. عشان ايه؟ عشان يحكم مباراة بكذا ألف، عشان يصرف على بيته وعياله، يبيع ضميره ويبيع شرفه والأمانة اللي أقسم عليها اليمين إنه يحكم بالحق والعدل. عمرنا ما هنشوف ولا هنسمع